السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم على ال delete function في الباينري سيرش تري. هنتعلم ازاي نحذف النود من الباينري سيرش تري او باختصار ال BST. كنا اتكلمنا في فيديوهات فاتت على ال BST، هسيب لك اللينكس في الديسكربشن. خلونا في البداية نعمل ريكاب سريع على ال properties بتاعة الباينري سيرش تري. الباينري تري بقول عليها باينري سيرش تري لما ينطبق عليها الشرط التالي: عندي كل نود فيها كل النودز اللي من الناحية الشمال في الليفت سب تري بتكون أصغر منها، وكل النودز اللي في الرايت سب تري بتكون أكبر منها أو بتساويها. يعني مثلا عند ال50 لو شدينا خط كده، كل النودز اللي من الناحية الشمال عند الليفت سب تري اللي هي الحتة دي هنلاحظ إن هي أصغر من ال50. كل النودز اللي في الرايت سب تري هنلاحظ إن هي أكبر من ال50 أو بتساويها. مثلا لو أنا اشتغلت على ال20 هنشد خط هنا، كل النودز اللي في الشمال أصغر وكل النودز اللي في اليمين أكبر أو بتساوي، وهكذا. فهي دي ال BST property اللي كنا شغالين عليها في الفيديوهات اللي فاتت، ودي كانت بتساعدنا في إن احنا نعمل search أو حتى نعمل insert للنيو نود في الباينري search tree، وزي كمان هتساعدنا النهاردة في ال delete function. بكل بساطة لو أنا حبيت أبحث عن قيمة، مثلا القيمة دي كانت أصغر من ال50 ولكن بدور على ال40، فال40 دي كنت بروح أسأل ال50 انتي أكبر ولا أصغر؟ كانت تقول لي إن أنا أكبر. معنى كده إن ال40 مستحيل تكون موجودة في الجزء ده، أكيد موجودة ناحية الصغيرين في الليفت. لما أسأل ال20 تقول لي إيه؟ إن أنا أصغر من ال40، فأكيد موجودة ناحية الرايت، مش هتكون موجودة في الصغيرين، وهكذا لحد لما أوصل عند ال40. فده كان يخليني أمشي على مسار واحد بس لحد لما اوصل للنود اللي انا بدور عليه او القيمة اللي انا بدور عليها، وده طبعا كان بيحسن في التايم بشكل كبير. التحدي بتاعنا ان احنا نعمل ديليت لنود من الباينري سيرش تري مع الحفاظ على البروبرتي دي. يعني مثلا لما احذف ال20 احافظ على البروبرتي بتاعت الباينري سيرش تري، وهكذا لما احذف ال10 او احذف ال50. وده اللي هنتعلمه خلال الفيديو ده مع بعض ان شاء الله. هنكتب فانكشن تعمل كده، تحذف نود من الباينري سيرش تري، وهنحسب لها التايم كومبلكسيتي والسبيس كومبلكسيتي. نلاحظ في الباينري سيرش تري اللي قدامنا دي ان كل نود n يا اما تكون واحدة من 3، يا اما تكون leaf نود او ما عندهاش ابناء، يا اما يكون عندها one child سواء left او right، يا اما يكون عندها two children. تعالوا نعمل ديليت مع بعض لابسط سيناريو انه تكون leaf نود، زي المثال بتاع ال10 مثلا. ان انا احذف ال10 بسهولة اعمل كده، هشيل ال10 لما اوصل لها واعمل لها ديليت، وكده خلاص الباينري سيرش تري بتاعتنا ما حصلهاش اي خلل. اوكي، فده ابسط سيناريو. السيناريو التاني ان انا احذف نود عندها one child زي ال20 مثلا. ال20 الليفت بتاعها بنل ولكن عندها right sub tree اللي هي الحتة دي، فانا لما احذف ال20 لازم اخلي بالي ان احنا عندنا right sub tree لازم نحافظ عليه. يعني ابسط مثال ان انا احذف ال20 واريتيرن الحتة دي لل50 بس كده. ده برضو سيناريو بسيط، وهنحاول نشوفها بقى مع بعض في الكودينج هتكون شكلها عامل ازاي. بالمناسبة انا كنت شرحت فيديو اللي هو الفيديو اللي جاب لي ده على طول، اللي هو اسمه find minimum and maximum values في الباينري سيرش تري. بالمناسبة الفيديو ده هيساعدنا نكمل مع بعض الفيديو اللي احنا فيه ده. فلو انت ما تعرفش ازاي نحسب المينيمم فاليو او الماكسيمم فاليو في الباينري سيرش تري، روح الاول شوفه وبعد كده تعالى كمل معانا. خلينا كده نحذف ال20 مرة تانية. ان انا هشيل ال20 من هنا، بس قبل ما اشيلها المفروض اكون محتفظ بالحتة دي من ال3. يعني اكون مثلا عامل لي variable كده بيشاور على اسمه temp مثلا، بيشاور على ال30 دي اللي هو اول نود في السب تري دي. ولما احذف ال20 بالشكل ده اريتيرن الانسر عند ال50، يعني الليفت بتاع ال50 يكون بيشاور على ال30 بالشكل ده. وبكده يكون احنا حذفنا ال20 بشكل بسيط. وده بالنسبة لتاني سيناريو ان انا احذف نود عندها one child سواء left او right، هما الاتنين نفس الحاجة. وده هنتعرف عليه في الكودينج بشكل بسيط، ان احنا نشوف النود دي هي leaf نود ولا عندها one child ولا عندها two children. نيجي بقى لاخر سيناريو،
وهو مش صعب، ولكن معتمد انك تكون فاهم الفيديو اللي فيها بشكل كويس وفاهم الباينري سيرش تري بروبرتي. اوكي، اخر سيناريو ده بيقول لك ان النود دي عندها تو children، زي مثلا ال50 او ال30 او ال70. فان انا احذف نود منهم هيخليني في حيرة شوية. يعني مثلا انا عايز احذف ال50، انا هعمل ايه؟ يعني هاخد ال70 ولا هاخد ال30 ولا هاخد ايه بالظبط من النودز دي، بهدف ان انا تكون هي الروت نود، صح كده؟ فاحنا عندنا حل بسيط، وكمان الحل ده هيحافظ على البي اس تي بروبرتيز. ان انا لو قررت اخد نود من الرايت سب تري، بس بشرط النود اللي هاخدها او القيمه اللي هاخدها تحافظ على البي اس تي بروبرتي. يعني لو انا خدت مثلا ال70، فلازم كل اللي على الشمال يكونوا اصغر من ال70، وكل اللي على اليمين يكونوا اكبر من ال70. طبعا انت ظهر في بالك اجابه دلوقتي تقول ال70 مش هتنفع لانه ال60 صغيره. لو انا حطيت ال70 هنا مش هينفع، لانه ال60 اصغر من ال70، وبالتالي مش هينفع اخد ال70. طيب هل ينفع اخد ال80؟ برضه مش هينفع ال80، لانه ال80 في اصغر منها اللي هما ال70 وال60، وبالتالي الاجابه دي مش تنفع. فنلاحظ حاجه كده مع بعض، ان انا لو قررت اخد قيمه احطها بدل ال50 علشان احافظ على الاستراكشر بتاعي ما يبصش مني، فانا هاخد اصغر قيمه من الرايت سب تري. يعني اصغر قيمه في الرايت سب تري هي حرفيا ال60، هاخد ال60 كده. نبص كده على الباينري سيرش تري هنلاحظ ان هي سليمه. ليه؟ لان كل النوتس اللي في الشمال اصغر من 60، وكل النوتس اللي في اليمين اكبر من او بتساوي 60. فانا فعليا اخدت اصغر قيمه من الرايت سب تري للنوت دي. اوكي، طيب دلوقتي انا كنت واقف عند ال50، فعملت ايه؟ بدلت قيمه ال50 بال60. دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ المفروض انت تكون فهمت لوحدك ان انا لازم احذف ال60 اللي متكرره اللي هي دي. طب وال60 دي احذفها ازاي؟ انا بادئ من عند المكان ده، يعني دي البروبلم بتاعتي. يعني زي ما انا عرفت احذف ال50 من المكان ده كله، اعرف احذف ال50 ريكيرسيف من المكان الصغير ده. ان انا اعمل كول لنفس الفانكشن ولكن احذف ال60. هنلاحظ ان ال60 هنا بقت ايه؟ بقت ليف نود، والليف نود بسهوله تتحذف لانها ما عندهاش dependencies او مفيش حد معتمد عليها. فهمنا اللعبه؟ خلونا نحذف ال50 بس بشكل تاني. لو انا هشيل ال50 من هنا وقررت اخد نود استبدلها بنود من الليفت سب تري، هل هينفع؟ الاجابه طبعا بس بشرط لما اخد نود من الليفت سب تري لازم تكون بتحقق البي اس تي بروبرتيز، صح كده؟ طيب فاكيد انا مش هينفع اخد ال30 لانه ال30 ال40 اكبر منها، او بالتالي ده غلط. فالمفروض ان انا لو هروح ناحيه الليفت سب تري لازم اخد اكبر قيمه من الليفت سب تري اللي هي فعليا ال40. وبالتالي لو انا اخدت ال40 هروح على طول احذفها من الليفت سب تري. يعني هبدا البروبلم بتاعتي من هنا واروح اقول له احذف لي ال40. طب يحذفها بسهوله ازاي؟ عادي، هي ليف نود فبالتالي مفيش dependencies عليها. اوكي، فباختصار شديد لو انا همشي الالجوريثم بتاعي ببساطه هعمل كده، ان انا هروح عند نود عندها two children، هحاول ان انا اروح ناحيه الليفت اخد اكبر قيمه، او ان انا اروح ناحيه الرايت واخد اصغر قيمه. وطبعا احنا بيكون عندنا فانكشن بتحسب لنا اكبر قيمه واصغر قيمه في جزء من التري زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات. هسيب لك لينك الفيديو اللي فات في الديسكربشن. اوكي، خلينا بقى نفهم كل الكلام ده بالكودينج احسن. في الكود اللي قدام حضراتكم ده احنا عندنا هنا تري نود، وهنا الجوريثم البي اف اس بيطبع الباينري تري او الباينري سيرش تري بتاعتنا ليفل باي ليفل. اوكي، وهنا الانسيرت فانكشن بنضيف من خلالها النودز، وهنا دي الفانكشن اللي بتحسب لي المينيمم فاليو في الباينري سيرش تري. اوكي، وهنا طبعا ده شكل التري اللي قدام حضراتكم ده. هي طبعا المفروض يكون فيها ايه؟ فيها نود هنا في المكان ده، ولكن مش مهم يعني، ده شكل ان انا بضيف نودز يعني. وهنا بنتشيك لو الروت بتاعنا فاضي التري بتكون بامتي، غير كده بيطبع البي اف اس. طبعا لو انا دوست ران دلوقتي هيطبع لي الباينري سيرش تري يكون 50 20 70، وهنا في 10 30 60 80. يعني هنا المفروض يكون في 10 بالشكل ده، ولكن احنا مش محتاجين ال10 دي،
دلوقتي. اوكي طيب اذا دلوقتي احنا عايزين مع بعض نبني فانكشن. اوكي الفانكشن دي تاخد تو بارامترز. اول بارامتر المكان اللي انا هحذف منه او اللي هو فعليا الروت. اوكي وبتاخد الكي او القيمة اللي انا هدور عليها علشان احذفها، وليكن مثلا انا هحذف 20. فانا عايز ابني فانكشن، تعال مع بعض نسميها مثلا remove node. الفانكشن دي بتاخد تو بارامترز. اول بارامتر tree node pointer to tree node، تعالوا مع بعض نسميه الروت، وكي نسميه برضو كي مفيش مشكله. طيب الفانكشن دي بتريتيرن ايه؟ كنا اتكلمنا في الفيديو بتاع الانسيرت ان احنا بنريتيرن في الفانكشن بتاعت الانسيرت pointer to tree node، وكنا اتكلمنا على ده بالتفصيل. خليني برضو النهارده ادي هنت بسيطه عن الموضوع. الفانكشن دي هتريتيرن pointer to tree node. اوكي بالشكل ده. طيب خليني كده ادي مثال سريع. الفانكشن دي لو انا قلت له ايه، احذف لي مثلا ال20، ده معناه ايه؟ ان انا هروح في الحته دي اوكي واحذف ال20. المفروض الاجابه اللي بترجع من الليفت سب تري دي تتخزن فين؟ تتخزن عند ال50 ليفت. وبالتالي كوني بعمل ريتيرن بوينتر تو تري نود، بقول له كده بعد ما تخلص تعديلات على الليفت سب تري رجع الاجابه النهائيه هنا. اوكي فعشان كده الفانكشن دي بتريتيرن. في اكتر من سبب، زي ان احنا مثلا ممكن نعدل على الباينري سيرش تري الحته الصغيره دي زي ما ذكرنا في فيديو بتاع الانسيرت فانكشن. وطبعا ممكن مثلا ابسط سيناريو ان احنا نلفها ونتكلم على ده بالتفصيل في ال FL tree. خلونا نبدا نكتب الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن اللي هي remove node. في البدايه لو كان الروت بنل، نل دي يعني التري بتاعتي فاضيه، ده معناه ان انا هريتيرن نل. الفانكشن هتقفل هنا خلاص كده، لان التري كده كده فاضيه فمش هينفع احذف منها. غير كده اول خطوه هعملها ان انا هعمل سيرش، هدور على الكي بتاعي. طيب انا واقف عند الروت هنا. اوكي فكنا بندور ازاي؟ بنعمل سيرش ازاي؟ بنسال على الروت اللي انا واقف عنده اللي هو الروت اكسس فاليو، بنشوفه اكبر من الكي ولا اصغر. لو كان الكي اصغر من الروت اكسس فاليو كنا بنتجه ناحيه اللفت، غير كده بنتجه ناحيه الرايت. اوكي عايزين نوصل عند النود اللي احنا عايزين نحذفها، وبالتالي هساله، بعمل هنا if condition، ننزل شويه، if انه الروت اكسس فاليو كانت اكبر من الكي، ده معناه ان انا هنا ممكن نكتب كده go left بالشكل ده. طيب فاجو ليفت يعني ايه؟ يعني هنتقل عند البروبلم دي. يعني انا مش هروح اشوف البروبلم كلها، لا انا هروح احذف في السب تري الصغيره دي، وبالتالي الروت هيكون هنا. فيعني ايه انتقل اعمل ترانزيشن ريكيرسيف؟ يعني ايه؟ يعني انده على نفس الفانكشن بالشكل ده بالروت ناحيه الليفت. طب هو انا ليه رحت ناحيه الليفت؟ علشان ادور على نفس الكي. اوكي فبالتالي انا بدور على نفس الكي في الليفت. طب ليه رحت ناحيه الليفت؟ علشان الكي بتاعي اصغر من الكرنت فاليو. اوكي وبالتالي انا هدور على الكي بتاعي في الليفت سب تري لل50 بالشكل ده. طيب نفترض ان انا بدور على قيمه اكبر من 50، فهنا بقى else if ان الروت اكسس فاليو كانت اكبر من الكي، يعني الكي ده قيمه اكبر من المكان اللي انا واقف عنده دلوقتي اللي هو هنا كان ال50. فبالتالي هعمل ايه؟ ان انا هروح ناحيه الرايت. فممكن ناخد دي كوبي بالشكل ده، نكررها هنا ونكتب بس روح دور على الكي في الرايت. بس الكلام ده مش صح، كنا ذكرنا ده في الانسيرت. ليه؟ لانه انا هنا بنتقل ناحيه، بروح اسولف البروبلم ناحيه الليفت. فبعد ما البروبلم دي تتحل المفروض الانسر ترجع فين؟ ترجع في ال50 ليفت. كنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات او الفيديو بتاع الانسيرت بالتفصيل. اوكي
ونفس الفكرة هنا، لو انا رحت مثلا حذفت ال70 فبعد ما البروبلم دي تتحل المفروض الإجابة ترجع في ال50 رايت، وهكذا عند كل نود. وبالتالي أنا بعمل الحركة دي لنفس السبب اللي هو إيه؟ اللي هو الإجابة ترجع في المكان المناسب. فبالتالي أنا بعمل هنا الروت axis left بتساوي remove node بالشكل ده من عند الليفت. وهنا برضو نفس الفكرة، ممكن ناخد دي copy ونحطها إيه؟ remove. وبالتالي أنا بعد ما solve البروبلم الإجابة بترجع في الروت left أو الروت right. أوكي، فخلاص إذا لو أنا القيمة بتاعتي صغيرة بروح left، لو كبيرة بروح right. طب غير كده يبقى أكيد أنا لقيت المكان اللي بدور عليه. يعني هنا مثلا عند ال20 لما أروح حل 20 هي الكي، أيوة، فبالتالي هي مش أصغر ومش أكبر، معنى كده إن هي بتساوي. فإذا أنا لقيت النود اللي أنا بدور عليه. معنى كده المفروض أعمل إيه؟ أول خطوة إن أنا أشوف هل النود دي هي ما عندهاش ولا أبناء، هل هي ليف؟ هل هي عندها one child بس ولا عندها two children؟ وبناء عليه هبدأ أحذف النود دي من الباينري سيرش تري بتاعتي. أوكي، طيب خلونا كده نمسح الأقواس. تعالوا مع بعض نكتب الكود ده. هل الروت اكسس ليفت بيساوي null؟ حد يعرف دي معناها ايه؟ ايه معنى الروت بنل؟ الحته دي معناها بنل. ده معناه انه الرايت ممكن يكون عنده left sub tree، ممكن ما يكونش بنل، وممكن برضو يكون بنل، صح كده؟ طيب نفترض ان هو مش بنل، المفروض يكون عندي بوينتر مثلا t بيشاور على الرايت sub tree دي، وبعدها احذف ال20 وريتيرن التي ده. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ يعني اللي هيحصل كالاتي، ان انا اول خطوه بعمل بوينتر تو تري نود بسميه temp. temp ده بيساوي ايه؟ الروت اكسس رايت، بس كده. يبقى انا عملت بوينتر اهو بيشاور على الرايت سب تري. بعد كده المفروض اعمل ديليت للروت اللي انا واقف عنده اللي هو ال20 اهو، مش انا لقيت ال20 وبالتالي احذفها. بعد كده اعمل ريتيرن للتمب اللي هو هبعت له ريتيرن يعني عند ال50 ليفت. وبكده فعليا يكون عملنا الخطوه دي اللي هو عملنا كده. تعالوا نعيدها مع بعض. عملنا بوينتر temp هنا بيشاور على ال30 وحذفنا ال20 بالشكل ده اهو، وعملنا ريتيرن البوينتر ده في المكان ده الحته دي. وبالتالي هيكون شكلها عامل ازاي؟ عامل كده. خلينا ناخد دي كلها على بعضها ونحطها هنا. ممكن نعمل ديليت للون الاحمر ده. تعالوا مع بعض كده نحذف ال40. لو انا حذفت ال40 هروح ادور عليها كده، هوصل لها هنا اهو. اللي هيحصل كالاتي، هسأل هل الليفت بنل؟ بنل. ايه ده، هو الرايت كمان بنل؟ ايوه بنل. فهو كده كده حتى لو الرايت مش بنل هيدخل في الاف كونديشن دي، ويعمل ايه؟ يمسك النل دي بتمب، بوينتر اسمه تمب، ويحذف ال40 بالشكل ده، ويريتيرن التمب اللي هو اصلا بنل يريتيرنه فين؟ عند ال30 رايت بالشكل ده. فده هيكون بنل. وبالتالي الكيس دي ماشيه على الاثنين، ماشيه سواء انا ليف نود او كان عندي ابن بس الابن ده كان من ناحيه اليمين او الرايت سب تري. اوكي، تعالوا مع بعض نحذف الكي بيساوي 30. اول خطوه ان انا بدور على ال30 دي، فبسالها هل الروت اكسس ليفت بنل؟ الاجابه لا، الروت اكسس ليفت ب25 اللي هي السب تري دي. معنى كده ان هو مش هيخش في الاف كونديشن دي. فعلشان كده انا محتاج اوصف الكيس دي برضو. انا محتاج اعمل ايه هنا؟ اعمل اف كونديشن تانية ممكن نعملها بقى ايه؟ else f لو الروت access right يساوي null. ايه معنى ان الروت access right بnull؟ زي الحتة دي، ده معناه انه اكيد عندها left. طب واحد يقول لي ايه عرفك انه عندها left؟ لان هو عدى من الاف. ما هو لو ما عندهوش left كان دخل في الاف كونديشن دي، وبالتالي هو هنا عنده ايه؟ عنده left. فانا بسأله طب عندك right؟ بيقول لي لا ما عنديش right.
معنى كده ان هو عنده ليفت بس، يبقى الكيس دي بتوصف لي ان انا عندي ليفت تشايلد بس لو هي بترو يعني. فعلشان كده بعمل نفس الحركة بالظبط، بعمل هنا بوينتر بيشاور على ال 3 دي وبحذف ال 30 وبريتيرن ال 3 دي ببساطة. طيب فال 3 دي بالنسبة لل 30 هي left، وبالتالي هعمل بوينتر ممكن نسميه temp نفس الاسم بيساوي الروت اكسس left، وبعد كده بديليت الروت، بعد كده بعمل ريتيرن للتمب. مش صعبة يعني، هي نفس الخطوات. طيب تعالوا مع بعض نحذف ال50. لو الكي ده بيساوي 50 وهي دي اخر كيس معانا، نفترض ان هو كان عنده left وكان عنده right، خلاص يبقى انا مش محتاج ان انا اكتب else هنا، لان هو لو دخل في الاف كونديشن الاولى هي ريتيرن والفانكشن تقفل، لو دخل في الelse اف برضه الفانكشن هتقفل. يبقى الكيس دي هي كيس 3 ان هو عنده 2 children يعني. اوكي عظيم. فعلشان احذف ال50 دي بسهوله، فاول خطوه لازم اقرر هو انا هستبدل ال50 بقيمه من الرايت ولا بقيمه من الليفت. الاجابه هي هتفرق، ايوه طبعا هتفرق. لو انت هتاخد قيمه من الرايت سب تري لل50 لازم تاخد اصغر قيمه علشان تحافظ على البي اس تي بروبرتي، وبالتالي لو انا هنا اخدت ال60 بالشكل ده انا هحافظ على البي اس تي بروبرتي، كل اللي على اليمين اكبر منها او بتساويها والشمال اصغر منها. طيب لو انا قررت اخد من الناحيه الشمال اللي هي الليفت سب تري لازم اخد اكبر قيمه في الليفت سب تري. يعني تخيل مثلا ان انت هنا عندك 10 وهنا مثلا عندك 30، فالمفروض لو انا هاخد قيمه من الليفت سب تري عشان ابدل بال50 ما اخدش ال10 هتخل بالمبدأ بتاع البي اس تي، ولكن اخد اكبر قيمه في الليفت سب تري. يبقى تاني انا هنا هنتقل ناحيه الرايت سب تري، فاذا اخد اصغر قيمه. علشان كده انا كنت عامل فانكشن كنت شرحتها في الفيديو اللي فات اسمها find minimum، بديها الحته اللي في الباينري سيرش تري اللي انا عايز اخد منها المينيمم فاليو. يعني مثلا انا دلوقتي واقف عند ال50، فالمفروض اجيب المينيمم منين؟ من ال50 رايت، واقول له ايه خد الحته دي. الفانكشن بقى بتاخد الحته دي اللي هو الروت بتاعها اهو وهات لي المينيمم، فهي هتجيب لك ايه ال60. فهمنا اللعبه؟ فاول خطوه بقى بعملها علشان احذف ال50 اللي احنا اتفقنا عليها ان انا بجيب القيمه الصغيره من الرايت سب تري، فهكتب هنا تري نود. طبعا الفانكشن find minimum اهي بتريتيرن، هنجيبها اهي بتريتيرن pointer to tree node، وبالتالي لازم استلمها في pointer to tree node، فممكن نسميها من او نسميها مثلا mn بالشكل ده، بتساوي اللي راجع من function find minimum من عند الروت اكسس رايت. الحته دي مهمه ان انا لازم ابدا من الروت رايت. اوكي خلينا نشيل ده، لازم ابدا افايند المينيمم من الحته دي اهي، ما ينفعش ابدا من هنا، لو بدات من عند الروت نفسه هيديني 25 وده غلط، فلازم ابدا منين؟ من عند الروت رايت. هات لي القيمه الصغيره من هنا. طبعا دلوقتي احنا معانا القيمه الصغيره، المفروض اعمل ايه؟ ابدلها بال50. فعلشان كده بقول له ايه الروت اكسس فاليو اللي انا واقف عنده دلوقتي ماله يا معلم؟ بيساوي القيمه الصغيره اكسس فاليو. كده ال50 اتشالت واتحطت بدلها 60 اللي هي اصغر قيمه في الرايت سب تري. اوكي دلوقتي انا عندي تكرار. يعني ايه عندك تكرار؟ يعني انا ال60 دي متكرره المفروض تتحذف من الرايت سب تري. طب اعمل ده ازاي؟ اقول له خلاص كده كده ال60 دي تعتبر ايه؟ ليف نود، معنى كده ان هي تتحذف بسهوله. يعني انا ممكن انده على نفس الفانكشن ريكيرسيفلي اللي هي remove node واقول له ايه بص يا معلم احذف لي من عند الرايت بتاع الايه ال50، يعني روح عند الروت اكسس رايت بس. شكرا كده. يعني انت هتبدا حذف من عند الروت اكسس رايت من الحته دي. يعني السؤال هنا هحذف ايه القيمه اللي هحذفها؟ ما ينفعش اكتب له الكي، ما ينفعش احذف ال50 لانه اصلا ما فيش 50. المفروض احذف القيمه الصغيره اللي انا اخدتها من الرايت سب تري لل50، وبالتالي هقول له احذف لي المينيمم اكسس فاليو بالشكل ده، فهو يروح على الحته دي ويحذف منها. السؤال بقى هنا يا شباب بعد ما يحصل التعديل في السب تري دي بعد ما نخلص المفروض الاجابه ترجع فين؟
ترجع في الروت اللي انا واقف عنده اكسس رايت. عشان كده بقول لك ايه، دايما خلي بالك من البوينت دي علشان الريكيرجن يمشي بشكل صحيح. الروت رايت بنحذف من عند الرايت، اوكي، عشان لما نخلص تعديل في السب تري دي اللي هي الرايت سب تري، الاجابه ترجع للبيرنت اكسس رايت اللي هو الحته دي، اوكي. طيب بكده يكون يعني خلصنا الفانكشن، ماشي. ولكن لسه فاضل تريك كده اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات او الفيديو بتاع الانسرت. الفيديو ده مهم شوفوه يعني، اوكي. انه خلي بالك انه لما انا كنت عايز احذف ال60 مثلا خلينا نحذف ال60، شيل ده كله. فعلشان احذف ال60 انا لحد ما وصلت لها كنت ندهت على اكتر من فانكشن. كنت ندهت انا فانكشن لما كنت واقف عند ال50، وكنت ندهت لما كنت واقف عند ال60، كنت عملت ريكيرسيف كول يعني. وكنت كمان ندهت مره انا واقف عند ال60 لحد ما وصلت لها، اوكي. فانا فعليا هنا مخزن كل ده في الستاك ميموري زي ما وضحنا قبل كده. عظيم. تعالوا مع بعض كده نشوف الفانكشن دي بتريتيرن امتى. الفانكشن دي بتريتيرن لما الكون بنال او التري فاضيه عامه يعني، او وصلت عند التارجت بتاعي وحذفت النود فعلا، عملت ديليت يعني، اوكي. طيب لما انا كنت عند ال70 هل انا عملت ديليت؟ لا، يعني الفانكشن دي ما عملتش ريتيرن. احنا ايوه متفقين ان ال60 عملت ريتيرن لانها اتحذفت، ولكن الفانكشن لما انا كنت او الريكيرسيف كول لما انا كنت عند ال70 ما عملتش ريتيرن. الريكيرسيف كول انا وعند ال50 ما عملتش ريتيرن. يعني ايه يا شباب الكلام ده؟ يعني احنا ما دخلناش في الالس اصلا. يعني انا عملت ريكيرسيف كول وهنا ريكيرسيف كول، وبعد كده نفترض مثلا انه ال70 دي دخلت هنا، اوكي، وال50 دي دخلت هنا مثلا، اي حاجه، المهم يعني انه انا هنا ما عملتش ريتيرن. الفانكشنز دي اللي هي ال70 وال50 لما انا كنت عندهم عملت تو ريكيرسيف كولز، ما عملتش فيهم ريتيرن خالص. ده معناه ايه؟ انه لازم الفانكشن بتاعتها تعمل ريتيرن هنا، ريتيرن للروت. ليه؟ لو عندي فانكشن او عندي ريكيرسيف كول من الريموف نود دي ما عملتش ريتيرن، تعمل ريتيرن هنا، ريتيرن للروت، عشان الريكيرسيف يمشي بشكل صحيح. انا كنت اتكلمت على الحته دي بالتفصيل وكنت بقول ان احنا لو عملنا رن هنا برضو كنا هناخد ايرور، يعني الكومبايلر بتاعي هيديني ايرور هنا او هيديني وارنينج. يعني هو الكومبايلر بتاعي شغال، ولكن لو خدت الكود ده وحطيته على اونلاين كومبايلر هيديني في الحته دي وارنينج، تحذير ان انت عامل فانكشن بتعمل ريتيرن بس انت مش بتعمل ريتيرن. اتمنى يكون الحته دي واضحه، يعني انا اتكلمت عليها بالتفصيل في الفيديو بتاع الانسرشن، اوكي. خلونا بقى نعمل تيست للفانكشن دي. الروت بيساوي remove node من عند الروت، مثلا احذف لي خلينا الاول نشوف شكلها. خلينا الاول نشوف شكل التري ونرسمها. 50 هنا فيه 20، و70 هنا فيه بعد كده 10، هنا فيه 30، وهنا فيه 60، وهنا فيه 80، وهنا فيه 25، هنا فيه 40. تعالوا مع بعض كده نحذف مثلا ال10. طبعا function remove node بتريتيرن pointer to tree node، عشان كده هستلمها في الروت. لو حصل اي ابديت او كده يعني ايه بتريتيرن في الروت، وبالتالي هنا remove node، اوكي. احذف من عند الروت، احذف لي مثلا ال10 بالشكل ده. تعالى نعمل run. بصوا هنا طبع ايه، طبع ال50 20 70، بعد كده ما طبعش ال10، بدأ من ال30 على طول، اوكي. طيب لما انا مثلا احذف ال20، انا متعمد امشي بالترتيب علشان احنا حافظين شكل التري، وبالتالي فعلا لما انا حذفت ال20 بالشكل ده، هو طبعا ال10 كانت محذوفة، خلينا نعيد، ال10 محذوفة. لما انا حذفت ال20 المفروض التري بتاعتي تكون بالشكل ده، اوكي. 30 70 25 40 60 80، اوكي. طيب خلينا نحذف ال50 كده. 50 معنى كده ان انا هروح ابدلها بال60 كده واحذف ال50 على طول، ودي هتتحذف. تعالوا ندوس رن.
بالظبط ادانا 60 30 زي ما قدام حضراتكم كده. طيب خلونا كمان نحذف 30. المفروض طبعا ايه 30 دي تتحذف، تحط بدلها 40 بالشكل ده، وهكذا. لو انا فضلت احذف كل النودز، خلينا نحذفهم عشان نشوف. ممكن نحذف 60 ونحذف 40 ونحذف 70 ونحذف 25 ونحذف 80. خلينا نسيب 80 عشان نتأكد بس، 80 بس اللي فاضلة. خلينا نحذف 80. كنا بنفك الكومنت. لاحظ انه ايه 3 is empty، لانه فعلا الروت بتاعي اصبح بنل لما انا حذفت كل النودز من الباينري سيرش تري. اوكي، ده بالنسبه للديليشن. ازاي ممكن احذف من الباينري سيرش تري، احذف منها نود واحافظ على البروبرتيز اللي فيها. اوكي، ناقصنا بس حاجه واحده اللي هي الكومبلكسيتي. خلينا نتكلم على الكومبلكسيتي كده مع بعض بسرعه. كنا ذكرناها في اكتر من فيديو، يعني هي متشابهه. اوكي، من حيث التايم كومبلكسيتي تلاحظ ان انا بمشي ريكارسيف. اوكي، فاسوأ كيس مثلا لو انا عايز احذف من باينري سيرش تري بس تكون سكويد كده، او يعني كلها ايه مثلا سورتد بالشكل ده 5 4 3 2 1 وهكذا. فاسوأ سيناريو ان انا اروح احذف الاتنين بالشكل ده، فهضطر ان انا امشي لحد لما اوصل عند اخر عمق التري اللي هو فعليا الهايت هنا بقى، ارتفاع التري. وارتفاع التري ده معنى ان هي سكويد، فالاتش هنا بيساوي ان عدد النودز، وبالتالي الكومبلكسيتي هنا من حيث التايم كومبلكسيتي هتكون بيج او اوف ان. اوكي، طب من حيث الميموري برضه هتكون بيج او اوف ان، لان انا هبيلد ستاك زي ما ذكرنا. اوكي، ولكن افضل سيناريو من حيث ان انا لو كان عندي ان نودز مثلا، انه الان نودز دول يكونوا متزنين او موجودين في تري بالانسد بالشكل ده، بالانسد باينري سيرش تري، وده اللي هتكلم عليه في الفيديوهات اللي جايه. الشكل اللي قدامنا ده الهايت بتاعه هو فعليا log n، log 2 ل n، وكنا اثبتنا دي في الفيديوهات اللي فاتت. هسيب لك اللينك في الديسكربشن لو عايز تعرف هي ليه log n، log 2 لل n. طيب، فبالتالي الارتفاع هنا اصلا بتاعها هو log. اوكي، وانا كده كده بمشي الارتفاع، وبالتالي الكومبلكسيتي من حيث التايم كومبلكسيتي بيج او اوف n، لا طبعا بيج او اوف log n. اوكي، بالنسبه للسبيس كومبلكسيتي فبرضه هتكون log. اوكي، علشان احنا بنبيلد ستاك، فممكن ناخد مثلا المسار ده، والمسار ده هو اتش، واتش هي log n. اوكي، اتمنى يكون فاهمين الفكره ازاي، وانا كنت شرحتها بالتفصيل مع البروفز بتاعتها بالماس في الفيديوهات اللي فاتت. بس بكده يكون خلصنا ال PST على خير، ونشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.